مساء الفل. مساء الفل. انا اول مره استخدم الابلكيشن بتاع ديدي ده. جوزي قال لي عليه، وبعدين انا بستخدم اوبر او ان درايف يعني. فاول مره استخدم ديدي وجاب لي سعر خطير جدا من زايد للزمالك 70 جنيه 69 جنيه و3 قروش، فقربناهم ل 70 جنيه. المهم انا لما وصلت قلت للراجل ايه بقى، قلت له خلاص على جنب هنا وبتاع، فاديته 100 جنيه. فقال لي طيب هو حضرتك هتنزلي هنا؟ قلت له قال فاتفضلي. قلت له طيب فالباقي؟ قال لي لا هو كان مطلع لي 104. بقول له ازاي يعني، هو مطلع لي اصلا 70 جنيه. فلا حضرتك 104. قلت له وريني الابلكيشن عندك، وانا فتحت الابلكيشن عندي وطلع له عادي جدا 69 جنيه من غير 3 قروش حتى. فاتس فيري ويرد الفكره بتاعت الاستمتاع بتاعت البني ادمين. مش فاهمه يعني ليه بتاخد حق مش حقك؟ ما هي رايد، ما كنتش توافق عليها لو مش موافق على 70 جنيه. الفكره يعني انا بقيت كشخص بحس والله ان انا بستغل بس عشان شكلي معايا فلوس. ال10 جنيه يقول لك هي تفرق معاكي في حاجه؟ تفرق معايا كتير. انت مالك؟ انت فلوسي انا تعبانه فيها. نفس القصه كان من قريب، من كام يوم كده، كان حد جايبين جزمه جديده عقبال عندكم يعني. فالراجل واقف لي يقول لي حساب الجزمه كذا، حساب الجزمه كذا. فانا اديته حساب الجزمه وفوقيها 50 جنيه. فبيقول لي انا بقول لحضرتك حساب الجزمه كده كذا، واحنا مطلعينها احنا الاثنين، فعايزين فلوس برضه. ليه يعني انا موضوع التابس ده بقى مستفز يعني. اوريدي من بعد ما المطاعم بقى والكافيهات والكلام ده بقوا بيحطوا سيرفيس وتاكسز على كل حاجه، انا هديك تابس ليه؟ ما انت اوريدي واخد مني كتير، انت واخد مقابل السيرفيس اللي مقدمها لي. نفس القصه الدليفري يعني. كان الاول بدي الناس تابس لان الصيدليه مش بتحاسب يعني، مش بتحط الدليفري تابس. دلوقتي بقيت بتحاسب، بتديني 25 جنيه دليفري تابس يعني المقابل الدليفري. انا هديك تابس ليه يعني؟ الفكره بتاعت ان انا ادي حد مقابل شغلانته، ما انت بتعمل شغله. انا في اخر الشهر لما بشتغل مثلا بقعد الشهر كله بشتغل، بيتبعت لي مرتبي. عمر والله العظيم ما الناس اللي اشتغلت معايا يقولوا لي خدي دي حلاوتك يعني. بنجاملك. الناس اللي موظفين في الحكومه مثلا عمري يعني ما شفتش كده. هم بيدوهم بونص بمناسبه حاجه حصلت، مش بمناسبه انه عمل شغله يعني. بيدوا له بونص عشان العيد، بونص عشان ما اعرفش المولد النبوي، يديهم حلاوه مفهومه. بس هما مش بيدوهم تابس عشان عملوا شغلهم. مفهوم التابس بقى غريب جدا، ان هو كل حد بيقول لي صباح الخير المفروض اقول له صباح النور بفلوس يعني. انا مرتبي حتى لو معايا ملايين الملايين فلوس مش هعرف اعدها، ستيل دي استحقاقي انا، مش بخل مني ان انا مش بكرمك انك عملت شغلك، ما انا اديتك ثمن شغلك، فليه مستني؟ الراجل بجد بتاع الجزمه ده كان مستفز، قالها 3 مرات وانا بنزله في الاسانسير. قايل لي برده على فكره ده حساب الجزمه بس. انا مالي؟ ما هو ده مكتوب لي انه ديليفري انت بتاخد مني كذا، الشركه اللي مشغلاك بتحاسبك، انا ليه هديك تاني؟ فبقت حاجه في منتهى الغرابه بصراحه يعني. حاجه غريبه جدا 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 انه فكره ال 100 جنيه اللي بتطلع ما بيرجعش منها خلاص، 30 20 مش مهم ف معا للقضاء على موضوع التابس يا جماعه، في يعني مصارف للصدقات والزكاه، وان احنا نساعد الناس اكتر بكتير من ان انا ادي حد فلوس غير تعبه يعني. هو اوريدي خد الفلوس اجره العادي، بديله فلوس عشان عمل شغله. مش فاهمه ده يعني موضوع ان انا ادي حد واحد وصلني والحساب 80 جنيه، ليه اسيب لك 20 جنيه يعني؟ بكرمك في ايه؟ ليه اكراميه؟ ليه؟ ما انت اوريدي خدت فلوسك يعني. ما اعرفش. انا ضد الفكره دي. بتكلم بصوت واطي عشان قاعده في كافيه وسامعه الناس اللي ورايا عمالين يتكلموا. والله العظيم نفسي اروح اقعد معاهم عشان اعرف هو ايه اللي جاب الحاجات دي لبعض يعني. كان الاول بيتكلم في العلاقه في الجواز، وبعد كده جاب سيره الفراوله وقال يعني نقسم الفراوله مع بعض، ولو ما عملتوش كده، ودخلنا الشيطان في الموضوع وناخد بريك يعني. قلت اطلع اكلمكم بدل ما انا راميه وداني وهم قاعدين ورايا يعني، بس راميه وداني معاهم. عايزه اعرف هو ايه اللي جاب القلعه جنب البحر. هروح اسمعهم بقى وابقى اجي احكي لكم اللي حصل. ومعا للقضاء على التبس بلا داعي بلا داعي بلا داعي بلا داعي. انا هديك تبس ليه يعني؟ عارفين زي الصناعيه اللي يجي يعمل لك البيت حاجه في البيت، خلاص يا عم حسابك، انت قلت حسابك كام باجرتك بكل حاجه 200 جنيه. طب والشاي انت واخد فلوسك في الشاي. ما علينا. يومكم جميل. باي باي.